مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. لو بتشوفنا أول مرة ما تنساش تشترك في القناة ويا ريت تفعل جرس التنبيهات عشان توصلك إشعارات بفيديوهاتنا باستمرار. بإذن الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن ناخدكم جولة عامة في مزرعة دواجن. هنوريكم طبيعة الشغل وطبيعة العمل في قطاع الدواجن. أنا شغال في إحدى شركات الدواجن في مزرعة دواجن أمهات. بإذن الله هنتكلم في الفيديو ده عن طبيعة الشغل وطبيعة العمل بالنسبة للمهندسين الزراعيين، وبرضه بالنسبة برضه للعمال اللي بتشتغل في القطاع ده. بالإضافة لكده اللي أنا هناخدكم في جولة عامة بإذن الله من أول ما بنصحى من النوم لحد آخر اليوم. إيه طبيعة الشغل وإيه طبيعة العمليات اللي إحنا بتتم جوه المزرعة ده. بس يوم واحد بس يا جماعة، لأن بيختلف الشهور على حسب المرحلة العمرية بتاعت الدواجن. بيختلف الاجراءات بتاعت الشغل بتاعتها بتختلف عن مثلا لو عمر كبير عمر صغير لسه بتربي. كل الحاجات ديت يا جماعه بتتاخد، يعني بيبقى ليها يعني عمليات وبيكون ليها خطوات معينه بتتم فيها. باذن الله الفيديو ده هنحاول بكافه الطرق اللي احنا نبسط لكم، وهناخدكم في جوله عامه باذن الله من اول ما بنصحى لحد اخر اليوم. باذن الله هناخدكم دلوقتي في جوله في الاستراحه بتاعه المهندسين الزراعيين، هنوريكم باذن الله زي ما قلنا من اول النهار، وهنشوفوا العمليات اللي بتتم جوه المزرعه. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو بتشوفنا اول مره ما تنساش تشترك في القناه ويا ريت تفعل الجرس عشان توصلك اشعارات بفيديوهاتنا باستمرار. ويا ريت لو عندك سؤال او عندك اضافه او عندك اي استفسار تكتبوا لنا تحت الفيديو في التعليقات، وباذن الله هنحاول بكافه الطرق اللي احنا نفيدكم. وبرضه لو عندك اي معلومه يا ريت تكتبها تحت الفيديو في التعليقات. سلام. دلوقتي جولة في المكان اللي أنا شغال فيه. زي ما انتم شايفين كده، هو الموقع فيه 3 عنابر. 3 عنابر سعة كل عنبر يمكن أكتر من 20,000 طائر. وزي ما انتم شايفين هو المنظر بانوراما كده عامل زي بالظبط كده. احنا في وسط صحراء، مزرعة زيتون كبيرة جدا، وفي وسطها الموقع اللي احنا شغالين فيه. زي ما انتم شايفين مفيش يعني حوالينا صريخ ابن يومين. يمكن هنا احنا بنعاني جامد عشان نعمل مثلا لو مكالمة او نعمل اي حاجة من ديت. بيبقى صعب جدا. بنطلع فوق المكان اللي انا واقف عليه ده عشان نعمل لو في مكالمة ولا في حاجة. حبة النت بتقعد يعني اخر اليوم ولا بالليل ولا كلام من ده. بتاخد فترة كبيرة جدا عشان تعرف تعمل مكالمة، ولا تعرف تفتح نت او تفتح اي حاجة من المواقع التواصل الاجتماعي ديت. دي العنابر بالكامل، ودي الاستراحات بتاعت العمال وبتاعت المهندسين. دي جيجا واحدة. ودي التروليات زي ما انتم شايفين كده قدامنا. دي التروليات بتاعت جمع البيض واطباق جمع البيض زي ما انتم شايفين. المكان اللي انا شغال فيه مكان كبير مش صغير، يعني كبير لدرجة كبيرة جامد. وفي توسعات كمان في المكان اللي احنا شغالين فيه ده. عاملين يعملوا توسعات اكتر واكتر. طبيعة العمل بإذن الله برضو فيديو تاني هنتكلم فيها في تكملة الفيديو. هنتكلم برضو عن طبيعة العمل اللي احنا شغالين فيه. هناخدكم في جولة من أول النهار بإذن الله لآخر النهار. النهاردة بداية اليوم اهوت. الساعة حوالي الساعة 4:15. احنا صحينا دلوقتي عشان نعلف بإذن الله. في الوقت ده بالذات احنا بنعلف فيه، وبنفتح الموبايل بتاعت الفراخ عشان نستعد لليوم بإذن الله. من أول الساعة 8 بنجمع البيض. هناخدكم معايا ونشوف.
دلوقتي داخلين على العنبر. لو كده اهو نفتح المية هنا ايه، بنحول كده ايه كده شغال. سحب المية كده شغال وسحب الجو كده شغال. زي ما انتم شايفين كده بالظبط يا جماعة. الجو الضلمة خالص اهو. هنبدأ ايه ان احنا نشغل اضاءة اهو. في المراوح دلوقتي مفيش بس الا يمكن مروحتين بس اللي شغالين، بقية المراوح كلها قافلة. ليه؟ عشان درجة الحرارة زي ما انتم شايفين كده، درجة الحرارة 23 اهي. يلا بينا هنفتح دلوقتي موبايل اهو. وهننزل دلوقتي يا جماعه باذن الله المعالف. زي ما انتم شايفين كده المعالف عاليه خالص اهو. المعالف كده عاليه زي ما انتم شايفين كده. المعالف دي عاليه، احنا بننزلها بالكواريك ديت زي ما انتم شايفين. ماسك كوريك اهوت وبننزل بيه المعلف عشان الفراخ تبدا اللي هي تاكل. دقيقه واحده. كده خلصنا تنزيل المعالف زي ما انتم شايفين كده. وهنروح دلوقتي نشغل الحساسات عشان السحب بتاع العلف يشتغل. هنكمل برضه في طريقنا كده تفتيح موبايل زي ما انتم شايفين. موبايل دي كنا بنقفلها اخر اليوم، بنفتحها اول اليوم ساعة التعليق بالظبط. زي ما انتم شايفين كده شغلنا كل المحركات دي شغاله. السحب بتاعها شغال عشان توصل العلف لبره في الاطباق من اول الخط لحد اخر الخط. كل المحركات دي شغاله زي ما انتم شايفين كده. خط الامهات كلها متجمعه عليه. خطوط الامهات ده 1 2 3 4 5 5 خطوط. وخط الديوك زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو. كل دي ديوك. دي كده هنا دي كلها كده هي ديوك. من الحاجات اللي بتبين لك ان القطيع ده كويس او من حيويه القطيع بتاعك مدى اقبالهم على العليقه. بالذات ما يكونش عندك مثلا فراخ مثلا هربانه تحت الموبايل او فراخ هربانه تحت اطباق العلف. زي ما انتم شايفين كده كل الفراخ وكل الديوك كلها بتاكل دلوقتي في الساعه دي بالذات. لو في فراخ تعبانه بيتبان لك اللي هي تعبانه اثناء التعليف الصبح. هنوريكم برضو حاجه من العمليات اللي بتتم في
مزرعة الدواجن زي ما انتم شايفين كده، العمال ماسكين ايه؟ ماسكين نشارة وبيحطوها في الموبايل دلوقتي حالا. هنروح دلوقتي ونوريكم على الطبيعة. زي ما انتم شايفين كده بنحط نشارة داخل الموبايل اهي. لسه في نشارة دلوقتي بنحطوها عشان نحافظ على نظافة البيض. زي ما انتم شايفين هناك اهوت العامل ماسك شجرة النشارة وبيحط النشارة داخل الموبايل استعدادا للايه؟ ان الطائر ده بعد ما بياكل على طول بيكون بيضحك. ده اللي بيسحب داخل الخطوط يا جماعه. هنعودكم باذن الله في جوله في الاستراحه بتاعه المهندسين. زي ما انتم شايفين كده دي الاستراحه، وده المكان اللي بننام فيه، والحمام بتاعنا، والثلاجه، ومطبخ. يعني الدنيا يعني استنى كده برضه عشان ايه نشغل لكم الاضاءه بحيث يبقى الايه النور يبين اكتر. الدنيا هنا برضو على جدها زي ما انتم شايفين. يعني احنا مش حكايه، احنا قاعدين يعني عيشه قحط زي ما بيقول. دي المنظر من بره. احنا يا جماعه متحوطين بسور في المكان الشغل في الدواجن، بتحوط بسور ما بتطلعش منه الا لما بتيجي تمشي تروح. ديت الريسبشن بتاعنا، بس ديت السرير بتاعي اللي انا بننام عليه قدامكم بالظبط اهوت، والشاشه بتاعتنا والدنيا زي الفل يعني. وده الدولاب بتاعي، الحمام. دي اوضه تانية برضو معانا مهندس تاني، بس زي ما انتم شايفين كده، بس هو نازل اجازه وانا ايه صورت لكم الايه الغرفه. نطلع هناخدكم برضو ايه جوله بره برضو في المكان من بره. المكان ده حبة نعناع انا زارعهم يعني، ومهتم بيهم لاقصى درجة ممكن، لان بنشربهم يمكن كل يومين مرة. بنشربهم هنا، هو والنخل ده، وده المنشر بتاعنا، وشجرة رمان، وديت تين شوكي. تين الشوكي ده لما بيكون فيه يعني بيبقى فيه كمية كبيرة جدا يعني من التين الشوكي، بس في الموسم بتاعه. زي ما انتم شايفين كده قدامكم الديوك كلها بتاكل، والفراخ دي من الحاجات الكويسة اللي باين لك ان القطيع ده تمام وشغال. زي ما انتم شايفين كده قدامكم العلف شغال بيدق اهو. ده العلف اللي بيشتغل عن طريق الخط ده كده في المكنه دي. بتجيب العلف من السايلو من بره لحد ما توصله هنا. وبنحط برضه يا جماعه من العمليات اليوميه اللي احنا بنحط جير في مع العلف عشان تكون البيض والكالسيوم. ده عالية الديوك زي ما انتم شايفين بيسحق. من الحاجات اللي احنا بنعاني منها في مجال صناعة الدواجن ده يا جماعة، أو مجال المزارع،
معظم المزارع يا جماعه بتكون في مناطق صحراويه، بيستهدفوا المناطق الصحراويه عشان يكون بعيد عن اي ملوثات بيئيه، اي امراض، برضو يكون بعيد شويه برضو عن المناطق السكنيه، عشان برضو الروائح اللي بتنبعث طبعا من المفارق وكلام من ده. بالاضافه لكده اللي هم بيحب يكون المكان معزول شويه عشان برضو يبقى فيه استقرار. يا جماعه احنا هنا اول ما بنخش الموقع او اول ما بنخش المكان اللي احنا بنشتغل فيه ده، بتخش وتتعقم. يعني انت معلش انت هتقعد هنا 20 يوم او 30 يوم او 40 يوم، بتخش المكان ما تطلعش منه ابدا. انت عباره عن سور محاوطك من جميع النواحي، ما بتطلعش بره السور ده الا وانت مروح. بتخش ما تطلعش الا وانت مروح. بالنسبه طبعا للناس مثلا، انت لو ايه اللي وسيله مثلا الترفيه مثلا، او ايه النشاط مثلا اللي بتعمله هنا في المكان اللي بتكون فيه. هنا يا جماعه مفيش وسيله ترفيه معينه. انت بالنسبه لك انت لو بتحب الافلام، بتجيب لك كام فيلم كويس مثلا على الموبايل عشان تعدي الكام يوم اللي انت هتقعدهم هنا. بالاضافه برضو انت معايا في التلفزيون طبعا، في كل استراحه بيكون فيها شاشه او فيها تلفزيون. انت لو بتتابع حاجه بتتابعها على التلفزيون طبعا، بس بيكون برضو معاك ايه مجموعه زمايل معاك في نفس المكان. انا بالنسبه لي عشان انا لوحدي دلوقتي حاليا، واللي معايا نازل معايا تلفزيون لوحدي، شاشه لوحدي، وقاعد والدنيا كويسه. بالاضافه لكده انا برضو بحب القرايه، يعني معايا مجموعه كتب مثلا PDF، ومعايا كتب ورقيه. في ناس بتحب الكتب، في ناس بتحب القرايه. بالاضافه لكده يا جماعه هنا الانترنت والشبكه التليفون بتكون صعبه، يعني صعب جدا. المكان انت لو بتمشي بس من مكان لمكان ما فيش اصلا شبكه خالص. انت عشان تعمل مكالمه او تقعد مثلا على الانترنت شويه، بتطلع في مكان عالي. مثلا احنا عندنا هنا في حاجه زي الثلاجه كده، تطلع عليها، او في حاجه كده بارتفاع عنبر بارتفاع ضوء، وبتطلع عليها عشان تقعد مثلا الساعه بتاعتك مثلا اللي انت تقعد على الانترنت، تصفح اي موقع تواصل اجتماعي، او انت عايز تبحث عن اي حاجه، تطلع على المكان ده. في حاجه كويسه جدا برضو، يعني ناس كتير يمكن نصحتني بيها، اللي هو الانترنت الهوائي. انت لو معاك يعني مبلغ كويس، ممكن تشترك مثلا راوتر هوائي، وعن طريقه ان انت تظبط تعمل باقه، مثلا باقه 40 جيجا، باقه 50 جيجا، ان انت تظبط دنيتك وبتقعد برضه على الانترنت هنا. بس على حسب برضه حسب استخدام كل شخص والتاني. باذن الله هناخدكم كمان شويه كده بجوله فوق السطح، ونوريكم يعني الناس قاعده ازاي، واحنا بنقعد فين بالظبط، ونوريكم المنظر العام باذن الله كمان شويه. زي ما انتم شايفين كده قدامكم الديوق كلها بتاكل، والفراخ دي من الحاجات الكويسه. باين لك ان القطيع ده تمام وشغال. زي ما انتم شايفين كده قدامكم العلف شغال بيدق اهو. ده
العلف اللي بيشتغل عن طريق الخط ده كده بالمكنه دي. بتجيب العلف من السايلو من بره لحد ما توصله هنا. وبنحط برضه يا جماعه من العمليات اليوميه اللي احنا بنحط جير في مع العلف عشان تكوين البيض والكالسيوم. ده عالية الديوك زي ما انتم شايفين بيسحق. كان بيعرف يليك لسه بدري والله يا عمر، لسه بدري. بص الباب ده بكار. يا عم يلا مرحبا بالصراحة بقول دقيقة ايه؟ دلوقتي احنا في الثلاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده قدامكم. دي اطباق بتاعت بيض برضو بنحط فيها البيض الجي 1، والبرانيك بنحط فيها اطباق ورق. البرانيك دي بتاخد 12 طبق في 30 بيضه. ودي برضو اطباق بتاخد 150 بيضه، بتاخد جي 1 وجي 2. الجي 1 اللي هو فرزه اولانيه، والجي 2 اللي هو فرزه ثانيه، اللي هو بيض مشوه فيه كسر فيه مشاكل. زي ما انتم شايفين كده قدامكم احنا بنكتب اسم العنبر ورقم القطيع وتاريخ اليوم. وده بيض اكل زي ما انتم شايفين كده، ده بيض مشوه. بيض مشوه ما يصلحش للتفريغ، بناخده ليكون بيض اكل. دي بتكون درجه الحراره فيها 18 درجه داخل الثلاجه. وديت العلاجات الموجوده قدامكم بتاعت القطيع اللي احنا شغالين فيه. وديت تروليات بتاعت البيض، بتروح المفقس زي ما هي مليانه البيض بتاعها. نكمل مع بعض الجوله باذن الله في الموقع بتاعنا اللي احنا شغالين فيه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ده العنبر من ورا، العنابر ديت من ورا، 3 عنابر قدامكم هم من ورا. في عاملين حاجه مايله كده بصاج عشان ضغط الهواء ما يكونش جامد على السلادق. هنوريكم دلوقتي باذن الله السلادق وسحب الميه عشان يحط على مبردات. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، دي شبكه الميه اللي بتحط في داخل السلادق عشان تبرد الهواء وتلطف الجو تبقى داخل العنبر. وهنا في دوزماتيك، وهنا في ماده معاها بيسحب منها عشان ينظف الهواء ويلطف درجه الحراره. هنوريكم باذن الله دلوقتي داخل السلد يا جماعه. في هنا سلدين شغالين مش سلد واحد. هنفتح الباب ونوريكم من جوه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ده السلد يا جماعه ده شغال. الله يرضى عليك، في ضغط هواء جامد. في قدامكم اهوت فيه ميه شغاله داخل السلادق يا جماعه. وهنا برضو في واحد تاني، السلدق التاني ده عشان يبرد الهواء. في يا جماعه سامعين كده عالي جدا.
زي ما انتم شايفين كده ده باب العنبر الاساسي، احنا بنقفله على طول ساعه ما بنستلم الكتاكيت، بنقفله زي ما انتم شايفين كده عشان التطهير ويبقى في عزل داخل العنابر. زي ما انتم شايفين كده قدام خالص في هنا الصوامع بتاعه الاعلاف، بنستلم فيها العلف للامهات الموجوده داخل العنابر. هنعودكم برضو هتستمر مع بعض كده في الجوله اللي احنا بنوتها ديت. في هنا يا جماعه قدامكم اهوت في حنه بتاع سمره، البذره السمره دي احنا بنرفعها ساعه الجو ما يكون بيسقع واحنا داخلين في فصل الشتاء او فصل الخريف اللي فيه الهواء، عشان بنتحكم في كميه الهواء اللي داخله جوه العنبر عشان الفراخ ما يجيلهاش اي امراض سواء برد او اي امراض تانية تبوظ مثلا السبله او اي حاجه من دي. اللي قدامكم ده على طول ده الباب الرئيسي بتاع العنابر بتاع الموقع بتاعنا ده. هوريكم على طول كده شويه. في هنا مغطس لازم يتحط فيه ماده عشان تنظف لو في عربيات داخله ولا حاجه، بالاضافه اللي فيه هنا الرشاشات اللي قدامكم ديت. في هنا لو تلاحظوا في هنا مواسير ميه عشان بتنظف وبتعقم اي حاجه داخله هنا جوه الموقع بتاعنا. دي البوابه الرئيسيه. انا عاوزكم هنا في جزء مهم برضو من اهم الاجزاء، زي ما انتم شايفين ديت بياضات مش مستخدمه داخل العنبر. بالاضافه لكده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده هنا في مصيده للفيران عشان الامن الحيوي داخل الموقع اللي احنا فيه. وهنا برضو فينا حاجات بس برضو بس مش مستخدمه، مش محتاجينها، بنركنها زي ما انتم شايفين كده في الموقع. عامل ايه يا ابو مؤمن؟ دي حاجه يا جماعه اسمها المحرقه، ديت بنرمي فيها النافق، نرمي اي مخلفات بتكون في العنابر بنرميها ونولع فيها. زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهي نافق قدامكم اهو توالق، دي محرقه. وفي واحده تانية بس مقفوله اهي قدامكم وبنعقم فيها، هنولعوا فيها هي اهي اهي. ماشي ومعايا المهندس محمد شعبان. المهندس محمد شعبان من الناس المحترمين جدا وبيقوم بعمله بإيده، يعني تقليب سبلة، وطبعا من الناس المجتهدة جدا في الشركة. وطبعا الشغل مش عيب على أي حد يعني، بس على الله إن شاء الله ربنا يحقق له كل اللي هو عاوزه إن شاء الله بأمر الله. هو دلوقتي بيقوم بخط المنتصف العنبر بتقليب السبلة. لازم تتقلب كده عشان ما تتجمدش ببعضها ورجول الطير ما يبصي. وطبعا العنبر طويل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني احنا دلوقتي يعتبر لسه ما وصلناش للمنتصف. الحقيقة اللي في النص ديت نص العنبر، يعني العنبر المسافة مش باينة كلها من لورا. وحضرتك بياخد البتاع طول كله وعرض، جميع اي حاجة مجلفة في الترعة بياخدها بتطلع معاه وبيعيد تكسيرها تاني عشان تعود لطبيعتها الناعمة تاني في الفرشة بتاعت وطبعا في جامعة شغالة اهي، الجامعة دي بتتاخد وبتروح تلاقي الفرز عبال الوقت بتاع الجامعة.